0. ترجع الكرة كتالونية. انيستا يدخل، انيستا يقرب، انيستا يحل من جهة كاسولا، لازم ينتبه. عرضية خطيرة، يخرج الدفاع، يخرج الحارس، يشبك الهدف الأول في خطأ قادر يسجله أدريانو في 15 دقيقة. مش معقول بهذه الطريقة. الهدف الأول هدف مستحق لبرشلونة، هدف كان واضح، نتيجة الضغط الكتالوني. هنا نوع من الارتباك، هنا نوع من الخوف. التركيز لبرشلونة من جهة كاسولا، الكرة تتوزع، كانت سهلة بالحاج والصقر وارتباك ورهبة تكلف السد. الهدف الأول مش معقول، مش معقول هذا الهدف. خطأ قاتل، خطأ قاتل. بيدرو يوزع كرة، شوف الحاج هنا مش ممكن تعمل كنترول. والهدف الافتتاحي في المباراة 1-0. هدف 4 محترفين من على الطراز و8 دوليين في كتيبة السد. حذر من هذه الأخطاء، حذر التسديدة والهدف الثاني. الهدف الثاني من أدريانو في غياب ميسي. اليوم يظهر أدريانو في عدم التهديف من انيستا، يسجل أدريانو. والحقيقة أهداف نادي برشلونة كانت عن طريق أخطاء سدوية، هدايا السدوية. أيها السد الكبير، أيها السد العظيم، البرصة لا يهدى له أهداف، لا تهدى له كرات، لا تهدى له أجوال. شوف الهدف الثاني، التسديدة والثاني لأدريانو. هنا الثنائية لأدريانو، صدق أو لا تصدق. أدريانو هداف المونديال، هداف كأس العالم 2011. 2-0 للبرازيلي ماسكيرانو. يلعب 3-4-3 البارسا. ترجع كرة مرة أخرى ورا للبلو جرانا، يمشي ميسي الخطير، ميسي وصل كرة، فرصة. الهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث من السيدو كايتا. خدمة كبيرة، خدمة كبيرة. هدف في اسيست من ميسي، هدف الثالث في الدقيقة 18. ونبه فوساتي مرة أخرى، يلزم نلعب كرة لأنه 90 دقيقة دفاع باش تخسرها النتيجة والمباراة كيما خسر الباقيين. 3-0. أضم صوت لصوت الكابتن شدالي اللي قال ليس عار انك تخسر 4 و5 من برشلونة، لكن يلزم بطلة العالم في الكرة النسائية. وللحد أن النساويين صاروا قراب في الكرة الشاطئية، والكرة للرباعية خطيرة. الهدف الرابع، الهدف الرابع من ماكسويل. ماكسويل يسجل الرابع. 4-0 لبرشلونة. عدم تركيز في جهة الرواق الأيمن، عدم تفطن من كاسولا، يدخل ماكسويل الباك ليفت ويسجل هدف. السد وفوساتي وكل العالم كانوا يتوقعوا، كانوا يتصوروا أن الخطورة منشاها ميسي، انيستا، بيدرو والفيا سانشيز، ولكن الأربع أهداف جات من مدافعين، 2 من الباك رايت أدريانو، واحدة من الباك ليفت لاعب الشمال ماكسويل، ولاعب الوسط ارتكاز بيفو. سجل هدف اللي هو السيدو كايتا. 4-0.